وقت كنا صغار كنت أعتبر هالأكلة هي أكلة المرضانين، بس كبرت وغيرت وجهة نظري. قراص النعناع ما بتصدقوا هالأكلة شقد طيبة، شقد مغذية وشقد مفيدة، وحتى فينا نعتبرها من الأكلات الصحية. بنقدر ناكلها غمس بشكل طبيعي عادي، وبنقدر نعملها سندويشات مع مخلل وبندورة. جربوها مرة وشوفوا شلون رح تحبوها وتعتمدوها. لراس النعناع نحن بدنا اللحمة تكون حصرا هبرة، أنا ما كان عندي هبرة، فاللحمة المفرومة الناعمة قليلة الدهن أو من دون دهن حطيتهم مع حضرة الطعام مع شوية تلج. برجع بحط لهم بصلة مبشورة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البهار الحلبي، 7 بهارات يعني، ومعلقتين كبار من النعناع اليابس. رح ندعكها كتير منيح ونجهز الصوص الكتير خطير اللي هو معلقة صغيرة توم مهروس، 3 ليمونات معصورات، وربع كاسة من زيت الزيتون. هذا طبعا نستخدمه آخر شيء. على مقلاية بنحط شوية زيت زيتون وبنقرص راس النعناع بهي الطريقة وبنحطهم على المقلاية. هلا ممكن نحطهم بالفرن، بس أنا برأيي هيك بتقليب مع شوية زيت زيتون بيطلعوا أطيب بكتير. بكبسهم هيك شوي، الحرارة هون أول شي بحطهم على نار عالية، بعدين شوي بنوصها على وسط وبقلبهم. يعني بدهم ياخدوا تقريبا على كل وجه بحدود 10 دقايق لحتى تشوفوها استوت تمام ونشفت السوائل. بنحطهم على طرف وبنسقيهم بهذا الصوص اللي حضرناه، وبتاكلوها بألف صحة وهنا يا رب.